السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح على كل مشتركينا الكرام. لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وشغل زر الإشعارات عشان يوصلك إشعار جديد بفيديو احنا ننزله. نشر نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو انت مش مشترك في صفحة على الفيسبوك هات اللينك بتاع الصفحة في الوصف بتاع الفيديو. زي ما انتوا قاعدين بنادي لإخواتنا اللي في فلسطين، لازم مننساهمش. ادعوا لهم يا شباب على طول كل ما تفتكروا، واحنا برضو علينا اللي احنا بنفكركم. تمام. ولو انت ما اشتركتش اشترك عندي، خلاص هنتم 10,000 يعني، هانت خلاص كلها 600 واحد ان شاء الله. طبعا النهارده معانا فيديو هنجوز النتاية الاستاذة دي اهيت. النتاية اللي احنا جبناها يوم الجمعة، هنجوزها للذكر اللي هو نتايته طارت. طبعا الحمام دوت، الحمام اللي معانا في السطح او للذكر ده يا شباب، الحمام يا شباب اللي معانا في السطح ده هنقعد احنا من النهارده هو تاني يوم مش هنفتح له، هنقعد لغايه بكره عشان خاطر في دروب حصل. ايه هو يا مهند؟ اللي فيه قطه بتنزل للحمام ده، فالحمام اللي بيحصل الحمام بيطلع خايف من المكان. يعني هقول لكم في رهبه من المكان، فالحمام بيطلع يقف لي فوق هنا، ما بينزلش غير وقت الكلفه بتاعته. فانا يعني ما كانش بيحصل معايا كده الاول، والحمام كان بينزل السطح ويقعد يتمشى ويجي ياكل من ايدي ومش عارف ايه. القطه نزلت فزعته وخاف. طبعا في دكر كان في دكر ضاع، الدكر دوت ورجع، يعني الحمد لله رجع امبارح اهو. الدكر اللي قاعد على الحصى ده يا شباب اهو، اللي جوه تمام، مش الابيض اللي هو اللي جوه ده، تمام. فالدكر طار ولسه راجع امبارح، فالحمد لله قدر ما شاء فعل. طبعا النتاية اللي ضاعت ديت برضو من سبب القطة. انا استشفيت الموضوع، هي بسبب القطة كده. بس هنعمل ايه؟ احنا هنعمل علينا. والحمام هنقفل على 3 ايام. النهارده تاني يوم ان شاء الله، بكره اليوم التالت ان شاء الله. وبعد كده ممكن نفتح لهم على ايه بعد بكره، او ممكن نفتح لهم بكره على حسب. وانا على قد ما اقدر بحاول ان انا اكون مترقب للمكان، القطه ما تنزلش خالص حتى لو انا مش فاتح لهم، عشان برضو هم لو شافوها وهم قافلين البيبان مقفوله عليهم هم هيخافوا. طبعا القطه بتجيلي من هنا اهوت، انا مش عارف يعني، انا قعدت فتره كبيره جدا ما يجيليش قطط، مش عارف ايه اللي حصل. القطط بقت بتيجي، مش عارف في ايه السبب. بس يعني نعمل اللي نقول الحمد لله. الحمد لله، اهم حاجه ما يحصلش عندنا خسائر، ما تخشش تاكل زغلول مش عارف ايه. فاحنا تعالوا كده ممكن نبص على الزغلول في السريع، وبعد كده يعني ايه نخش السلاكه عندنا. عايز برضه اوريكم حاجه كده، وبعد كده ايه هنجوز الحمام. واحنا كده كده ان شاء الله يعني الحمام موضوع مش كيمي، عشان في ناس كتير جدا طلبته. بصوا ده طبعا شكل، انا شكل مش عارف اخد معاه حق ولا باطل. طبعا بصوا ما شاء الله في زغلول اهوت، وهو يا شباب الزغلول. طبعا احنا حطينا زغلول تاني جنبيه اللي هو بتاع القص اللي جوه، بتاع قص زواجل من عندنا جوه. فعشان خاطر كده كده شكل يعني ما شاء الله بياكل كويس، فخليناه اللي هو ايه ياكل الزغلولين. عشان احنا قص الزواجل اللي جوه عملت معاهم لقطه، حطيت لهم زغلول البنيدي اهو. السلام عليكم. حاطط لهم زغلول بنيدي همت. بسم الله ما شاء الله اهوت، تمام. يعني هو ابنهم، ده ابنهم، وده زغلول بنيدي. طبعا انا كنت ملبسه دبله وهو يوقع، دبله وقع في الارض، كنت ملبسه دبله اتحاد. هو ما شاء الله طلع برضو زاجل ها. والبنيدي ما شاء الله الحمد لله الاهالي مأكله كويس جدا. هو ده اللي احنا عايزينه، ده الغرض منه اللي احنا بنحضن عشان خاطر النقطه زي دي، تمام. وفين تاني؟ ما شاء الله يعني في كام قص كده هيبداوا اللي هم يرموا حصى على خيرة الله. يعني عندنا النتاية ديت خلاص هترمي حصواية يعني الحمد لله. وهنا ما شاء الله القص دوت جايب زغلول ازرق حلو، ربنا يبارك يا رب. ممكن الباب يا صاحبي. وهنا النتاية الزرقاء اللطيفة رمت حصواية برضو ما شاء الله، ربنا يا رب كده يبارك لنا فيهم. وبس. وهنا البنايدة معاهم زغلول، البنايدة معاهم ابنهم، يعني انا تمام، وابنهم يعني ايه معاهم كده اهو. ابنهم مش واكل، احنا هنعمل لقطة طول ما احنا لازم نشغل دماغنا مع الحمام كالآتي اهو. خدنا الزغلول ده مش واكل، هتعمل ايه يا مهند؟ هقول لك هعمل ايه، اصبر بس ما تخشش تحت العيون، انت خليك قاعد كده اهو. اخوه واكل، ده مش واكل، حطيناه ولا كأن حاجه حصلت، ولا هم هيلاحظوا حتى. تمام. هنروح واخدين ده،
اهو خدنا الزغلول ده هنحطه تحت البنايدة. تمام اهو حطيناهم تحت البنايدة، وهناخد كلفة بالطريقة دي، حطينا لهم كلفة. هم هياكلوا وهيخشوا يزقوا الزغلول اللي مش واكل، هو اللي هيطلب اللي هو ياكل، يعني هو اللي هيطلب اللي هو ياكل. فعلى خيرة الله. طبعا احنا معانا في حمام حصة ولسه ما عمرش، يعني القص ده حصة، الحصة لسه ما عمرش، انا لسه ما يعني انا كشفت عليه امبارح لسه ما عمرش. تمام احنا نديهم لغاية ممكن يومين ولا يوم ولا 3 ايام نكشف عليهم تاني. ما عمروش يا باشا كده حصل كده مروق، وهندي الاهالي سيلينيوم وهنظبط الدنيا معاهم. تمام دولا النتاية لسه محصية، بس احنا لسه ما كشفناش. عادي عادي. وطبعا الحمد لله الزغيل اتباعت برضه. احنا ايه نقول للناس الزغيل يا شباب طبعا اتباعت الحمد لله. طبعا الزغلول الحلس ده واخوه ان شاء الله هنشببه عندنا، هندخله السلاكه التانية باذن الله. والزغلول ده طبعا طالع ضعيف فمش هبيعه طبعا، ممكن اذبحه. وده البوازه، يعني البوازه ده ان شاء الله ده الدفعه التانية اللي طالعه. البوازه ده واخوه، والبوازه اخوه بص عليه كده، والبوازه اخوه، والحلبي ده دول هيطلعوا للبيع وهيبقى معاهم ان شاء الله يعني. تمام يعني ممكن كده الكلام ده معانا اسبوع هيبقى معاهم الهزاز التركي ده والهزاز الابيض اللي جوه. تمام وهيبقى معاهم ايه تاني يا مهند؟ هيبقى معاهم الزغلولين دول ان شاء الله. هيبقى في حدود 6-7 زغاليل كده. هيبقوا 6-7 زغاليل، هيبقوا هم 7 2 4 2 4 4 1 5 بس 5 6 7 7 هم 7 زغاليل، 7 زغاليل معانا. فان شاء الله يعني ايه ربنا يكرم كده. الناس اللي بتسأل على زغاليل يا مهند طب احنا عايزين زغاليل ومش عارف ايه، اي حد محتاج زغاليل انتظر ان شاء الله بالظبط اسبوع تاني وهتلاقيني عارض ان شاء الله يعني ايه في 7 زغاليل. والحمد لله عرفنا نجيب ألمونيا ونعمل دبل لينا تاني. صراحة انا المرة دي عملت اصفر وعملت ليموني. شكلها طبعا شيك، وشيك في رجل فرد الحمام هنشوف طبعا. عجبتني يعني، هي صراحة عجبتني وكيفتني لونها، عشان خاطر احنا ايه يبقى نغير يعني. بصوا انا هوريكم انا دبلته فين. افتح يا صاحبي. انا مش عارف البيبان في التصوير الفيديو بتبقى تقيله ليه، انا مش عارف يعني. احنا بصوا دبلناهم للحلبيات دي، لسه مش عارفين الحلبيات دي هنشببها ولا هنبيعها. ما شاء الله طالعين بديل ابيض اهوت، ديل ابيض كامل ما شاء الله. بصوا الدبله شياكه يعني اهي، واحده صفرة وواحده ليموني، واحده صفرة وواحده ليموني. انا عاملها بالترتيب ده وعلى الله يعني كله على الله. تمام وما شاء الله طالعين دكر وانتايه بس خير، او ممكن دكرين كمان. وري كده مش عارف لسه مش باينه قوي. هو الزغاليل بتبان معانا في العمر ده، لكن غير كده انا بصراحه ساعات ما بركزش، ساعات انا ما بركزش. تعالوا بقى عايزين ايه، احنا كده بصينا بصه سريعه في السلاكه هنا، مش عارف في حاجه تاني ما وريتهمكمش. طبعا العبايسه دول حصوا والحصويتين معمرين الحمد لله، ودول حصوا برضو وحصويتين ان شاء الله يعني معمرين باذن الله. تمام انا شفت واحده معمره مش ما خدتش بالي من التانية ما كشفتش عليها. فانا خدت واحده قلبي من واحده فقلت خلاص يبقى هما كده الحصويتين معمرين مش عارف. ودول برضو نفس الكلام الحمد لله معمرين باكستانيات. انا بس عايز اوريكم كده قبل ما نطلع السطح ونشوف الحمام اللي معانا بره. ودول خلاص على وش فك حصى اللي هما دول ما شاء الله. بس فهو يعني يعتبر دي البصة سريعة، ودول لسه زغلولين ودول زغلولين، ودول احنا فطمناهم اللي هم الحلوس. النتاية ممكن 4-5 ايام كده وترمي حصى. يا مسهل بس يا مسهل الحال، نتمنى من الله التسهيل. تعالى نطلع بره بقى، نطلع بره يا استاذ شكل وانتهيته. يلا يلا هر. طبعا الناس اللي تقولي طب القطه مهند مش هتوصل لشكل، ان شاء الله مش هتوصل، ان شاء الله مش هتوصل. انا قلقان اصلا بس ان شاء الله مش هتوصل يا رب، نتمنى من الله. هناخد النتايه. طبعا احنا النتايه دي هتسيب معانا في السطح، هي طبعا بقى لها يومين ولا 3 ايام سايبه معانا. ودي طبعا دي نتايه برضو الكركنديه دي، بس هي نتايه خشنه هنشوف لها ذكر وهنسيبها برضو في السطح. ادينا احنا ايه بنسعى وبنجتهد مع الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله. بصوا ذكر بيضرب اهوت، ايوه كده.
احنا كده ما شاء الله جوزناهم. لو لقينا الذكر بقى ايه نازل فيها ضرب وممكن يعورها، هنعمل ايه؟ هنروح واخدينهم هما الاتنين ومجوزينهم في باب تاني. هجوزهم في باب تاني يبقى اوسع ليهم، وعشان خاطر برضو ايه النتاية تاخد راحتها. طبعا ان شاء الله بعد الفيديو هخرج للنتاية دي جناحاتها، عشان لو انا نسيت الباب ما تطلعش. اهي هي طبعا النتاية لو اعتبر التلات اربع ايام اللي عدتهم في صحة ده اتدشرت بما فيه كفاية. بس وباذن الله يعني بص النتاية ايه متخلعش دي اوعى عشان ما تخلعش. طبعا الدكر دوت من غير نتاية داخل على اسبوع اهو الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل يعني عادي. وربنا يكرم، ربنا سبحانه وتعالى يكرم كده ونتمنى من الله ناخد منهم انتاج. يعني والله يا شباب الواحد بيقعد بيجيب الحمام عشان خاطر اللي هو ايه ياخد منهم انتاج. يعني طبعا ما شاء الله دول مش عارف يزغلوا لهم خلاص هيتفتم. تعالى ولا فينك يا مش عارف اطلعه اصلا. تعالى اطلع يلا اطلع يا مش عارف ايه الزغلول ده كتفه وجعني يا صاحبي. ايوه كده تعالى يا عم نشوفك انت ايه. طيب اهو الزغلول اهو، امسك نفسك كده ما شاء الله. لا اتفضل الزغلول ده كده جاهز للذبيح، فاحنا نشيله. تعالى هنشيله هنا، مفيش حاجه تاني غيره. فربنا يا رب كده يكرم ان شاء الله. في زغلولين تاني هنا اهوت، وبنشغل نفسنا يعني قاعدين احنا عاملين نشغل نفسنا، وفي حمام حصه. فعلى الله ربنا يكرم ان شاء الله. ونحاول بس ان احنا نظبط كده اسس تاني، عايزين نجيب عيون تاني عشان يبقى في انتاج تاني في السطح. الصراحه التربيه السايب دي احسن حضان، واحسن لو انت عايز تاكل الزغاليل. ده كان نصيحه من اخوك، تربي سايب، تربي في اوضه، تربي في اي حاجه، وارخص من الفراخ. يعني الحمام ارخص من الفراخ، واديك انت بتاكل اسمك بتاكل حمام، وربنا يكرم ان شاء الله. بس هو ده كده يا شباب كان الفيديو بتاعنا النهارده. مش عايز الصراحه ان انا اطول عليكم تمام. ولو وصلت معانا في الفيديو مش مشترك اشترك خلاص، احنا زي ما قلنا داخلين على 10000 مشترك. رقم جامد، الواحد فرحان اللي هو هيوصل لخطوه زي دي، وربنا يقدر لنا الخير باذن الله. وكده يا شباب كانت نهايه الفيديو، كان معكم مهند محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.